اكبر درس لسيميوني، لانه طمع في المباراه 70 لغايه الدقيقه 70. اتلتيكو مدريد فايز 2-0 على برشلونه. هانز فليك كان ليه راي تاني، قال لك لا كفايه كده، وتعالى اوريك الكره بتتلعب ازاي، اوريك انا الريمونتادا بتتعمل ازاي، هخليك تستمتع وامتع الجمهور معاك وخليهم يتفرجوا على الكوره. هانز فليك راح منزل مين؟ منزل فيران توريس وايريك جارسيا. يعني من امتع المباريات اللي انا شفتها لبرشلونه، ومن اقوى المباريات في الرومنتادا، لان اتلتيكو مدريد فريق مش سهل، فريق صعب. وذلك انا شفت مباراه ريال مدريد مش قادر يفوز عليه اصلا بالاهداف، فاز عليه بضربات الجزاء. انت هتقول لي فاز عليه في الذهاب 1-0 ومش عارف ايه، انا معاك في دي، بس انت اخرك 1-0 في فريق كحجم فريق اتلتيكو مدريد في المباراه اللي هي تعادل فيها 4-4 عمل ريمونتادا على برشلونه بعد ما كانت برشلونه فايزه 4-2. سيميوني ما اتعلمش من الدرس اللي فات، وان قوه برشلونه يعني في هانز فليك كان عنده دكه. ما انا بصراحه ما توقعتش ان الدكه تغير المباراه، لان كان في الشوط الاول مستوى فريق برشلونه ما كانش المستوى اللي هو يعني يخليك تطمن ان انت تفوز بخروج 1-0. وكان هدف حلو من جريزمان من الفاريز، هدف بصراحه يعني حلو من تيكي تاكا ورسم في الادوار وتحريك وباص ومش عارف ايه، ما علينا، هو هدف بصراحه ممتاز يعني. انما ليفاندوفسكي ده قصه لوحده. ليفاندوفسكي ده من افضل المهاجمين في العالم حاليا، وما زال في استلامه ولفه جسمه مره واحده ويسدد على شمال اوبلاك، يعني هدف بصراحه روعه. فيران توريس كان متكتف ان هو بيلعب جناح، فراح هانز فليك كان عنده راي تاني، قال لك لا خلاص انا انزلك ديلر مارتن يريحك شويه وتساند ليفاندوفسكي. فيران توريس لما دخل قلب الهجوم مع رفعه رافينيا اتقدم وسجل هدف حلو من توقع اللعبه، وشاط بهده و100 وزي الفل وعسل 100. لامين يامال كان ليه راي تاني، سدد الكوره. هتقول لي مثلا هي يا عم خبطت في المدافع، انا بكلمك في مش في المدافع، انا بكلمك ان برشلونه كان وما زال ان هو عايز يفوز بالمباراه، وكان مقتنع، وكلنا ما كناش مقتنعين. انا عن نفسي كنت خلاص المباراه انا قلت خلصت ان هي تعادل 2-2، بس مع تغييرات هانز فليك والدرس اللي اداهوله وقال له يا سيميوني اتفرج عليا وانا هعلمك الريمونتادا بتتعمل ازاي. وهو فعلا سيميوني قاعد في الارض واتفرج، استمتع بالتسديده، واستمتع مع رافينيا، اندماج رافينيا ولامين يامال، مع انهم الاثنين مختلفين في الجناحين، انضموا مع بعض. خروج كوندي، يعني بصراحه انا كوندي ما توقعتش انه كوندي يخرج، بس هو افضل لانه هو فكر ان كوندي كان واخد انذار وممكن ياثر عليه في الطرد، فراح منزل اراوخو. وتغييرات بصراحه انا حبيت المباراه، يعني اتمنيت ان المباراه دي ما تخلصش. مش معنى ان انا فايز، معنى ان التغييرات بتاعه فليك غيرت المباراه. التغييرات بتاعه فليك مغيره غيرت شكل المباراه تماما، يعني 80% 80 درجه اتغيرت، 80 درجه. في الهدف الرابع اللي هو بتاع فيران توريس برضو مع خطأ المدافع، لانه اصلا اتلتيكو مدريد كان مهاجم، فهو فليك فاجئه ان انا نزلت لك مهاجمين. يا عم انت مهاجمين ازاي وانت اصلا مضغوط عليك؟ قال لك لا انا هفك الضغط بالهجوم بتاعي، انا هفك الضغط وهاجم صح والعب صح، تمريرات صح وهدف صح ورومنتادا صح. هانز فليك غير شكل برشلونه من ساعه ما هو اتعاقد معانا. برشلونه تشافي هرنانديز جمع الناشئين والفريق وعمل كده، بس ما عرفش يستخدمهم صح. هانز فليك قال لك انا هستخدمهم وههين اي فريق في اوروبا وايا كان قوته. وزي ما احنا شفنا طبعا بايرن ميونخ وريال مدريد، يعني بايرن ميونخ خد 4 وريال مدريد خد 4 في الدوري و5 في السوبر. هي دي كرة القدم، وهي دي برشلونة، وهي دي المتعة، ولازم تستمتع. واي مباراة لبرشلونة حتى لو كان خسران ما تستفزش برشلونة. هو ده الفريق فعلا تقول لك لا تستفز برشلونة.
ولكن ما فيش حاجه اسمها لا تستفز ريال مدريد. ريال مدريد في الموسم ده ما اظنش انه هياخد بطوله، وان شاء الله مش هياخد.